بي تي اس شكون اللي ما كيعرفهمش؟ هما اشهر وانجح فرقه في العالم، الفرقه اللي تحدات كل شيء واستولت على المراكز الاولى، والفرقه اللي بانت في مجله تايم كقاده ديال الجيل. انا ما جاياش اليوم ندوي على الجوائز والالقاب ديال بي تي اس حيت ما غاداش نسالي. الفرقه حققت نجاح كبير وكاعضاء منفردين حققوا انجازات كبيره، وعضو من بي تي اس اللي سلطوا عليه الضوء اكثر هو جونكوك. فيديو اليوم غادي ندويو فيه على الجانب المظلم ديال جونكوك من بي تي اس. داكشي علاش خليونا نتعرفوا على جونكوك ونكتشفوا الجانب المظلم من حياته ونتعمقوا في حياته المهنيه. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلكم اي قصه نتوما الاولين. ودابا نبداو. جونكوك هو ايدول وموديل وملحن ومؤلف اغاني كوريا، واسم الشهرة عنده هو جي كي. تزاد في 1997 في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية. بدات قصة الغناء مع جونكوك في عام 2009، والأهل ديالو كانوا داعمين ليه وكيحاولوا يحققوا ليه الحلم ديالو. وعام 2011 شارك جونكوك في مسابقة ديال الغناء سميتها سوبر ستار، وكان كينافس أكثر من 30 ألف شخص، واخا هكاك قبلوه في أول جولة، لكن مع الأسف في الجولة الثانية ما تقبلش، وكنظن باللي غيكونوا ندموا حيت ضيعوا السوبر ستار الحقيقي من يديهم. لكن اكثر من 7 ديال الشركات تواصلوا معاه حيت كانوا شايفين الموهبه ديالو وعارفين باللي غيكون ورقتهم الرابحه، ولكن هو اختار شركه بيج هيت واخا ما كانتش شركه قويه وناجحه بزاف. فشنو السبب؟ بصراحه السبب كيضحك، واللي هو ان جونكوك شاف اداء ديال نامجون عجبو بزاف، ومن تماك قرر باش يختار بيج هيت. فاش كان عمره 13 عام اختار باش يتحول من بوسان الى سول حتى يقدر يحقق الحلم ديالو، وكانت ماشي صعيبه بالنسبه للعمر ديالو اللي خلى كل شيء وراه، عائلته وكل شيء. وكان جونكوك كيحشم بزاف وما كياخدش راحته مع اي واحد من الاول. وفي عام 2017 في برنامج تكلم بصراحه على الصعوبات وتكوين العلاقات مع الناس. كان كيتعطل باش يرجع للسكن، وفاش كيشوف كل شيء فايق كان كيبقى يتسنى حتى كل شيء ينعس عاد يقدر يدخل. لكن مع الوقت تحسنات العلاقه ديالو مع الاعضاء وقدر يكسر دوك الحواجز اللي كانت بيناتهم. في عام 2013 ترسم جونكوك مع فرقه بي تي اس وداروا اول اغنيه ليهم. الفرقه عانت بزاف في الاول ودازوا من اوقات صعيبه بزاف، وكانوا كيتسائلوا واش غينجحوا ولا غيحققوا الاحلام ديالهم. كان كابوسهم الكبير هو الفشل. ولكن مع مرور الوقت الفرقة بدأت كتحقق نجاح كبير في كوريا الجنوبية، وفي آخر كونسير دارو بي تي اس بقى جونكوك كيشكر المعجبين على الدعم ديالهم. جونكوك بدا كيبكي والمعجبين تأثروا بزاف فاش شافوه كيبكي. في واحد المقابلة نامجون قال أن جونكوك ما كيبينش المشاعر ديالو وكيخبي، ما كيبغيش يعاود. ندوزو لعام 2016. ففي 2016 عيطوا ليه واحد البرنامج فلاور، وكان غير بوحدو، وكانت هذه عنده هي أسوأ تجربة. جونكوك جاب الماكله للطاقم ديال البرنامج، لكن بكل وقاحه رفضوا الماكله وقالوا باللي جايب ليهم غير بقايا ديال الماكله. جونكوك تصدم هنا بزاف من هادشي اللي سمعوا، واخا بغى يبين باللي ما مسوقش لهضرتهم، ولكن بقى فيه الحال بزاف، واخا كان واضح من الملامح ديالو باللي بقى فيه الحال بزاف، ومعاه الحق. في ديك الوقيته ارمي عصبوا بزاف وطلبوا يوقفوا البرنامج، والطاقم طلعوا اعتذروا لجونكوك، ولكن هادشي اداه بزاف، خصوصا كانت اول تجربه ليه. في هاد الاعوام الشكل ديال جونكوك تبدل كامل، وكان كيتلقى بزاف ديال المدح للبنيه الجسديه ديالو، فهو شخص رياضي. لكن كان بعض الناس اللي مرض نفسيا كانوا كيشوفوه بنظره مقززه، ومع ذلك جونكوك كان كيتعب راسو بزاف وكيضغط على راسو. لكن أسوأ حاجه هي كاينين الناس كانوا كيشوفوا هاد اللقطات ديال العيا والارهاق بنظره مقرفه. كتخيلوا كميه المرض والقذاره عند هاد الناس ما تقدروش تخيلوها. وجونكوك كان هو اكثر ايدل كيتلقى انتقادات صعيبه بزاف، ولكن جونكوك بصراحه هو الطف شخص. فاي واحد كيتلقاه كيدوي على التواضع والظرافه ديالو. جونكوك كيدوي على الارمي ديما وكيشكرهم بزاف حيت داز من مواقف صعيبه بزاف وخيبه كانت غتخليه يفقد الامل ويتراجع. ولكن جونكوك اليوم هو عضو في اشهر وانجح فرقه في العالم، الثروه ديالها لا تقل عن 24
مليون دولار. فهو سفير الماركة الشهيرة لوي فيتون، والفنان اللي أدى افتتاحية كأس العالم بقطر سنة 2022، وصاحب أكثر مشاهدات وتعليقات حقيقية للبث في تاريخ تطبيق في لايف، والمنفرد الوحيد اللي حقق المشاهدات ديال الهاشتاغ ديالو 167 مليار مشاهدة على التيك توك. والأغنية ديالو ليفت اللي تعاون مع تشارلي تخطات أكثر من 100 مليون مستمع في سبوتيفاي، والكثير من الإنجازات. الولد الصغير من بوسان واللي خسر في برنامج سوبر ستار اليوم هو واحد من أشهر وأنجح سوبر ستار في العالم. وهادشي اللي دوينا عليه هو غير شوية من المعاناة ديال جي كي الحقيقية، وما خفية كان أعظم. كاينين شي آرمي هنايا. إلا عجبكم الفيديو خليو تعليق واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا.